احمد السواب داعي باش يمشي يعمل عمليه ارهابيه كبلادنا. اون اسيم لا فامي سواب اون اسيم. يكيلون التهم للجميع، يتهمونهم بالإجرام قبل أن يقول القضاء كلمته. النخبة نتاعنا المثقفة القارية المتعلمة ولات إرهابية، هذا اختر عابر موسي إرهابية. يحكم فينا بالبوليس، يحكم فينا بالبوليس، يحكم فينا بالبوليس. الفاشل الرئيس يحكم فينا بالبوليس. بوليس بالسيف، ما يبدل شيء. بوليس بالسيف، ما يبدل شيء. بوليس بالسيف، ما يبدل شيء. اليوم الصباح فرقه امنيه ب10 عوان بوليس صدموا على دار احمد السواب، فكوا له التليفون وما يمكن من وثائق واحد، هزوه في بالنا مشينا بحر المطار في بالنا فرقه مقاومه الارهاب، ومن بعد خلطنا عليه البشوشه احنا وعديد المحامين المساندين للحريات، قالوا له معناها منعوا العائله ومنعوا المحامين باش يتصلوا به مده 48 ساعه، وربي يستر ما نعرفوش توا شنو هو السويت وشنو هو القضايا اللي باش يلصقوهم له، وولده زاد توا ما نعرفوش دراوين، ولده توا غايب ساعتين نطلبوا فيه سي با نورمال. وش نقول لكم؟ هل ثم تهمه واضحه لايقاف الاستاذ احمد السواب؟ السبب المباشر قام بندوه صحفيه هو المحامين قدام قصر العداله وقدام دار المحامي، جرح فيها في القاضي، وخاطر فما قضيه ضده اللي معناها ماهوش محايد، واحمد السواب صوته عالي وفكك خيوط القضيه وخرجها فارغه، جبدها من النهار الاول نتاع الشرطه العدليه اللي بيستر عمل القضيه، جبد حكايه قاضي تحقيق اللي سافر ما نعرفوش وين، جبد نتاع الشرطه العدليه اللي في الحبس، جبد واحد من شارجي ميسيون في وزاره العدل اللي في الحبس، جبد اكس اكس وتريبل اكس اللي زوز اللي عملوا الوشايه في الحبس، جبد الاجراءات وما صارتش مرافعات وما صارتش اختبارات وما صارتش ما فماش حتى دليل مادي لاركان الجريمه. احمد السواب قلقهم اللي وصل، احمد السواب عنده طريقته، وصل تفاصيل القضيه للراي العام، قلقهم برشا، سبوا له بحاجه كي نقولوا قالها سونس فيغوري سيوف العدل وسيوف القضاء وسيف الحق، ردوها معناها احمد السواب داعي باش يمشي يعمل عمليه ارهابيه دو نامبورت كوا، خلطنا للهبال وما زلنا نشوف وكا هو هذيك بلادنا. اون اسيم لا فامي سواب اون اسيم. شنو الخطوات المستقبليه اللي تقوموا بها؟ والله يمكن باش نعملوا بوان دو بريس ونتلموا العائله والمحامين وان شاء الله. ديجا هذه الشبيبه والله وحدهم عملوا عمليه ما بنش بها احنا كعائله، احنا ما خلطنا عليهم مش احنا نادينا لها الشبيبه، الحمد لله مازال شباب في تونس وان شاء الله تونس ديما بخير. أنا ما فهمتش معناها وين ماشي السيد يا اخي، ماهوش فايق الاستاذ قيس سعيد يا اخي، انت استاذ ولا شكون؟ قدمر في البلاد راهو كي توقف احمد سواب وتلفق له قضيه نتاع ارهاب ما يصدقك حد، راهو ما يصدقك حد، معناها انت عطيت للارهاب الصفه للنخبه، معناها النخبه نتاعنا المثقفه القاريه المتعلمه ولات ارهابيه، هذا اختر واللي تقول فيه عابر موسي ارهابيه اللي تحارب في القرزاوي اللي سيادتك هاو توا ينشد، معناها ارهابيه عصام الشابي اللي طول حياته مناظر، معناها ارهابي. مال الارهاب شنيا؟ ماله؟ انا نقول له استقيل ارحل، لانك دمرت البلاد،
باقتصادها، بنخبتها، بمثقفينها، بنيتها التحتيه. طاح الحيط طاح الحيط طاح الحيط، هكا هاو سفيني. وين ماشي؟ ما عندك انجاز كان السجون؟ علاش عمل لك هالشعب التونسي؟ اتاك الثقه، لكن تخونوا تنقلب على دستور ما يجيش. راهو احنا معناها لو دامت لخيرك ما آلت اليك، وجاك الدور يا قيس يا دكتاتور. وتحية تونس. هاي للبلاد قمع واستبداد، هاي للبلاد قمع واستبداد، هاي للبلاد قمع واستبداد، هاي للبلاد قمع واستبداد. إيقاف أحمد الصواب يعني أن البلاد قاعدة تفقد في صوابها، وأنه هذه حلقة أخرى من حلقات أو من سلسلة القرارات المجنونة اللي قاعدين نشوفوا فيها في المدة اللي فاتت. أحمد الصواب ما هوش فقط محامي، ما هوش فقط قاضي إداري سابق. محمد الصواب هو أيقونة من أيقونات الدفاع عن حقوق الإنسان في تونس والوقوف إلى جانب كل المظلومين. لما نلقى اليوم أن محمد الصواب يقع اعتقاله ويقع توجيه تهم إرهابية ليه وكأنه قام بعمل إرهابي لمجرد أنه في نقطة صحفية، نقطة إعلامية تتعلق بالأحكام الصادرة أو الحكم الصادر في قضية المؤامرة المزعومة، والتصريح اللي هو عمل فيه استعارة شعبية تستعملها فهمتي الناس الكل للدلالة فهمتي على الضغط لما يكون مسلط على جهة فهمتي معينة. اليوم نلقاوه فهمتي موقوف، ونلاحظ ان الايقاف هذايا تزامن مع حاجتين. اول حاجه فهمتي مع حمله شرسه اللي شنتها ضده بعض المواقع فهمتي المعروفه بمساندتها القيس سعيد، وفي نفس الوقت باستهدافها كل المناضلين اللي يدافعوا عن المبادئ اللي يدافعوا عن القيم في البلاد هذه. ومن ناحيه اخرى فهمتني كان واضح انه ثم ترصد لأحمد الصواب انه يشدوش عليه فهمتني حتى شعره نتاع زله فهمتي باش ينجموا معناها يقسيوه وينجموا يسكتوه وينجموا يرهبوه. لكن انا نظن انه خاب فهمتي مسعاهم لانهم طرقوا الباب الخاطئ ومشاو للعنوان الخاطئ. اليوم كيف ما شفتوا انه الوقفه هذه هي جات معناها دون تنظيم مسبق، بعد ما سمعنا خبر ايقاف الاستاذ احمد الصواب اللي نعرف انه قاضي متقاعد ومحامي واحد فرسان الدفاع على الحقوق والحريات. سي احمد الصواب اللي في كل المحطات وفي كل الاحداث اللي عاشتها تونس معناها صوته كان جريء وصوته عالي في الدفاع على الحق، معناها بمجرد انه يعبر على موقف فيه تعبير مجازي يوم 18 افريل تزامنا لانه هو عضو هيئه الدفاع المعتقلين في قضيه ما يسمى زورا بالتآمر، وقت اللي يقوم بتصريح يوصف فيه احداث الجلسه الدائره بشكل مجازي، يعني يتم تحريف او تاويل تصريحه بما يحطه في موقع اتهام بموجب قانون الارهاب. اليوم احمد الصواب معناها الشخصيه الاعتباريه بالنسبه للتوانسه وبالنسبه لكل الاصوات وكل القوى اللي تهتم بالشان العام وبالدفاع عن القضايا العادله في تونس. احمد الصواب يتم اعتقاله ويتم الاحتفاظ به بموجب قانون الارهاب. يعني ثم زوز تاويلات، اما التاويل هو تاويل خارج عن المنطق، والا هي رساله من خلال ايقاف احمد الصواب منظومه الحكم والسلطه التنفيذيه ارادت ان تبعث برساله لكل من اختار انه يواصل في الدفاع على القضايا العادله. احنا نعتبر انه هذا فصل ضمن فصول المنظومه اللي هي اختارت انها تواصل في تمشيها اللي فيه استبداد وفيه تعسف وفيه تنكيل. منظومه الحكم اللي استعملت القضاء، وهذا بالعوده لجمعيه القضاة والهيئات المشرفه على تنظيم قطاع القضاء، بكونه القضاء اصبح خاضع لتعليمات السلطه التنفيذيه. ومن جهه اخرى
مواصلتنا دفاعنا على القضايا العادله وعلى التشهير بالانتهاكات الحاصله ما ينجم كان يتواصل. صحيح نحن في فتره صعيبه تمر بها البلاد، لكن كل ظلم وكل استبداد عنده نهايه، واكيد باش يجي نهار وباش نسترجعوا تونس الديمقراطيه وتونس اللي فيها تعدديه وتونس اللي مش مبنيه على الضغينه وعلى الحقد وعلى التنكيل. يعني نسمعوا بعض المستشارين في مؤسسات اعلاميه والكرونيكور يعني يكيلون التهم للجميع، يتهمونهم بالاجرام قبل ان يقول القضاء كلمته، يتهمون خصومهم بابشع النعوت، وما عمرها ما النيابه العموميه تحركت في حقهم، وما عمرها ما تم تتبع اي شخص فيهم. لكن احمد الصواب اللي اختار انه يدافع على المظلومين في السجن اللي هم اليوم عندهم اكثر من عامين في ما يهم قضيه التآمر على امن الدوله اللي هي معناها فضيحه كيف ما ذكروا هيئه الدفاع. احمد الصواب مرجع القانون، احمد الصواب احد فرسان الدفاع عن الحريه، يتم الاحتفاظ به 48 ساعه وما يقابلش محاميه لا لشيء الا لانه قدم تشبيه فيه استعاره وفيه وصف لحاله قاعه المحكمه يوم القضيه وهو في سن متقدمه دون حتى احترام لابسط مقومات احترام الكفاءات واحترام الشخصيات الاعتباريه. اليوم الحقيقة كانت دعوة فجائية، يعني اليوم احنا تفاجئنا. انا واحدة من الناس اليوم عندي ماراثون كبير اليوم الصباح، داير تسمع في صوتي كيفاش مشيت للندوة الصحفية الصباح اللي عملوها هيئة المحامين نتاع المعتقلين اللي في قضية ما يسمى مسرحية التآمر. وبعد عندي قفة دونك لازم نمشي المرنقية، وانا في ثنية المرنقية نسمع بالاستاذ القاضي السابق والمحامي الحالي احمد الصواب اللي هو زاد باغمي العباد اللي معناها من فريق الدفاع اللي نتاع التآمر، قضية التآمر. دونك اليوم من غاديكا معناها مشينا للبشوشة نلقاوه وقفوه 48 ساعة منعوا المحامين انهم يزوروا معناها يشوفوه، وبارامون باش يوقفوه 5 ايام اولية، ومن بعد احنا لتوا ما نعرفوش شنو هي التهمة. وبعد اليوم معناها روحت لداري جوست كليت لقمة وجيت لهنا للوقفة اللي كانت حقيقة يعني الامبروفيس، معناها حاجه ما عملنا لهاش، ما حضرنا لهاش، وشفتوا الناس كيفاش هبت وجات، والناس كل تحب سي احمد الصواب. مش من اجل حاجه معناها انه هو اليوم جمع الاطياف الكل، يعني شباب وشياب وكهول. معناها احمد الصواب اليوم الناس الكل جات وهو لم الناس الكل من كل مشارب معناها العائلات السياسيه، والناس الكل كانت فرحانه انها تجي تساند معناها عائله احمد الصواب. عائله احمد الصواب واحمد الصواب بيدو كان ما عمره لا وخر في قضايا الحق، عمره ما وخر في قضايا معناها عادله، انسان معناها ديما مع العدل وديما يوضح على القضيه نتاعنا اللي هي تعرفوا كلكم اللي هو ايداع، ثم معناها اول نهار شدهم عندهم عامين ايداع للسجن، ثم بعد ذلك ما خرجوهم الجمله لا للبحث لا للمكافحه لا لحتى شيء، وديريكت معناها حتى اللي موجودين نهار الجلسه هما عملوا اضراب جوع للحضور للجلسه، ولكن ما رانا الا انهم ما عملوش الجلسه، ما حضروش في الجلسه، وحتى العائلات ما خليهمش يحضروا الجلسه. هذا الكل خوف مناش يعني. دونك سي احمد الصواب يظل خرج عمل تصريح كيما الناس كل اشو معناها انسان معناها لا يزي معناها يظلمونا في وسط المحكمه، القاضي يظلمنا معناها وما ما معناها في 30 ثانيه يقرا البحث، في 30 ثانيه سطر ولا سطرين ويقوم، وبعد نسمع بالاحكام الفجر بين معناها 13 سنه و4 سنين. هذاك الراجل اللي حط كرامته وبركره بين 13 سنه و66 يظل هما غالطين، اما 74 سنه خذا كمان طيب. لذا معناها احنا كلنا معناها نتضامنوا معاه، والرساله اللي يحبوا يوصلوها انصار قيس السعيد للتوانسه هي الرعب
والترهيب. هانا راهو محامي وما يكبر في عيننا حد، اما احنا زاد راهو ما يكبر في عيننا حد، ورانا مواصلين بكل الاساليب السلميه كيما هكا. معناها هذا دستور يكفله لنا، واحنا باش نواصلوا وماناش مسلمين. وتحيه كبيره اللي هما زاد مورالهم طالع والحكم ما قال لهم حتى شيء. واليوم في الليل باش نسيبوا رسائل من كل معتقل سياسي وراء سجون الاستبداد مختلفه ومن اعمال مختلفه. شق من الاعمال وكون الشيء مدري خير وتسقط ديكتاتوريه.